ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الزبدة والجبنة والشرش. الجبنة بأسهل الطرق، وما تشتريش جبنة تاني من بره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم جبنة بأسهل الطرق وبمكون واحد بس اللي هو اللبن. جبت 2 كيلو وحطيتهم في مكان دافي، وبعد يومين لقيت الجبنة اتكونت في الكيس. جبت طبق كبير وحطيت جواه مصفى، وفردت فوق المصفى قطعة شاش. هنزل دلوقتي كيس اللبن. شايفين الجبنة، قطع الجبنة المتكونة. وهنزل الكيس التاني برضو. شايفين قطع الجبنة. ايه رأيكم؟ ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي هلم الشاشة من على الجوانب وهربطها كويس. هسيب الشرش ينزل من المصفى في الطبق عشان تتكون الجبنة. انا قلتلك هخليكي استاذة في المطبخ، عملتلكوا الجبنة بأسهل الطرق. قومي دلوقتي تشطري واعملي جبنة وما تشتريش تاني من بره. هسيب الجبنة تنزل الشرش كله اللي فيها، وبعد نص ساعة رجعنا للجبنة. الجبنة نزلت الشرش كله وبقيت جبنة بس. ايه رأيكم؟ ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. طعمها لذيذ ومغذية خالص. 2 كيلو لبن ادوني اكتر من نص كيلو جبنة. اضيف لها رشة ملح. اللي عايز يحولها لجبنة كريمي ممكن يحط معلقتين زبدة ومعلقتين زيت وكوباية لبن ويضربها في الكبة او الخلاط، هتبقى احلى جبنة كريمي. واضيف لها كمان حبة البركة. ممكن الجبنة دي تعبيها في علبة تلاجة وتحتفظي بيها في التلاجة لمدة اسبوع. والشرش اللي اتفضل ده هفضيه في ازازة. بقي عندي دلوقتي جبنة وشرش. هرج الازازة بتاعت الشرش كده 5 دقايق. شايفين الزبدة اتكونت في الازازة؟ كل ما ارج هتطلع زبدة اكتر. انتي لو عايزة زبدة اكتر من كده يبقى ترجي الكيس كله ما تاخديش جبنة. بقي عندي جبنة وشرش وزبدة من 2 كيلو لبن بس. مع السلامة.